عاملين ايه؟ في حد النهارده من المتابعين بتوعي بعت لي مشكلة كده فقلت وانا قاعدة كده اتكلم معاكم فيها. البنت بتقولي هي طبعا اتجوزت دلوقتي، بس هي بتحكي لي القصة طبعا من وهي بنت. بتقولي وانا بنت كنت بحب واحد جارنا، وكنت صغيرة جدا وكنت متدلعة. زي معظم البنات يعني دلوقتي اللي هي بتبقى متدلعة في بيت باباها وبتتجوز فبتقابل ظروف تانية يعني. المهم قالت لي هو كان عرفني وانا في اولى ثانوي، وكنت لسه صغيرة جدا فكنت معتمدة عليه في كل حاجة. رحت الجامعة خلصت ثانوي وانا بعتمد عليه في كل حاجة، هو بيعمل لي كل حاجة بطلبها منه، كل حاجة انا عايزاها. ورحت الجامعة وخلصت الجامعة وبيعمل لي برضو كل حاجة انا عايزاها. واتجوزت طبعا وبيعمل لها كل حاجة هي عايزاها. فهي جت دلوقتي حست ان هي شخصيتها ضعيفة. ف فات وقت كبير جدا ان انت تعرفي ان تكتشفي ان شخصيتك بقت ضعيفة دلوقتي. انت معتمدة على شخص تاني بيحركك وبيعملك كل حاجة انت عايزاها. سواء كان برأيك او غير رأيك فانت اللي سايباه، يعني سيد الموقف يعني زي ما بيقولوا، مدياله الحرية في كل حاجة. طبعا انت عرفتي متأخر ان انت شخصيتك ضعيفة. هو طبعا انا عشان عارفة القصة فعشان بحكم يعني فيها وكده. فات وقت كبير جدا عشان تكتشفي ان انت لازم تكون شخصيتك ضعيفة. انا ما اعتمدش على حد في اي حاجة. انا لازم اكون انا متعلمة مثقفة. كنت في جامعة، اعرف اخد قرار، اعرف ابقى مسؤولة، اعرف يبقى لي رأي، يبقى القرار اللي اخده يبقى قرار انا واخداه عن اقتناع. مش هو قايل لي لأ فأنا أعمل على طول. يعني أنا أنفذ؟ لأ، أنا مش آلة مش هنفذ. أنا لازم أكون مقتنعة وبعد كده أقول القرار ده صح أو غلط. لكن ده انت دخلت كده في الإدمان الشخصي، يعني ان انت تدمني تحبي واحد أو تخلي واحد يتحكم فيكي لدرجة الإدمان. وده أصعب أنواع الإدمان. أنا أسمع إدمان موبايلات، إدمان إنترنت، إدمان لأدوية معينة عشان الواحد مثلا عايز مثلا ينام فياخد حاجة مهدئة فهو اتعود عليها. إدمان الشخصيات ده طبعا من أكتر أنواع الإدمان اللي أنا بكرهها في حياتي. إن انتي تبقي متعلقة أو معتمدة على شخص ومش معتمدة على نفسك. لازم تعتمدي على نفسك في كل حاجة، لازم تحسي إن انتي مسؤولة. غير كده طول عمرك هتحسي ان انت شخصيتك ضعيفة. لازم يبقى لك قرار، يعني هو لما يجي يتكلم معاكي في موضوع قولي قرارك. مش اللي تشوفه ماشي، هو اللي يشوفه طبعا، بس بعد ما فكري شوية، يعني شغلي عقلك. ليه مش بتشغلي عقلك؟ ليه دايما سايباه هو اللي يتكلم، هو اللي يقولك هنعمل، هو اللي يقولك هنروح، هو اللي يقولك لا ده الصح وده الغلط. ليه يجيب لك كوباية المية؟ يعني كتير قوي بصراحة يعني. تاني حاجة لازم يبقى عندك إرادة. مش هتعرفي تعيشي طول ما انت ما عندكيش إرادة. عارفة اللي عايزة تخس من غير ما تعمل رجيم دي محتاجة ايه؟ محتاجة إرادة. اللي عايزة تنجح من غير ما تذاكر انت محتاجة ايه؟ محتاجة إرادة. خلي عندك إرادة. ذاكري وتعبي واجتهدي عشان تبقي دكتورة. انت عايزة تبقي دكتورة، طب ذاكري واجتهدي. انت عايز تبقى مدير شركة، طيب اجتهد واشتغل و... وخليك واثق من نفسك في شغلك، هتوصل ان انت هتبقى مدير. اللي عايزة تخس دي، اللي مش قادرة تقف على رجليها. في ناس ما بتبقاش قادرة تقف على رجليها وظهرها بيبقى واجعها وعندها حاجات مزمنة جامدة، وبرضه ما عندهاش الإرادة ان هي تخس. عايزة تخس وعايزة ربنا يشفيها، عايزة ربنا يحبك وربنا يغير حياتك وحياتك تتغير للأحسن. لازم يبقى عندك إرادة، ما تبقيش ضعيفة الشخصية كده. أنا شايفاكي ضعيفة جدا وإرادتك صفر خالص
وربنا ربنا يعني ما بيحبش الناس اللي ما عندهمش إرادة. يعني عايزة ربنا يحبك لازم يبقى عندك إرادة. حبي نفسك أكتر واهتمي بنفسك وفكري في اللي يساعدك، وفكري في الحاجة اللي انت شايفاها صح، اللي انت شايفاه صح اعمليه. هتغلطي مرة هتبقي صح مرة، هو هيجي عليه وقت كده يحس ان انت شخصيتك طبعا متغيرة، طب وده حصل ليه وعشان ايه والكلام ده كله. بس بعد كده هتلاقي الدنيا بقت احسن. ما تقعديش طول عمرك عايشة شخصيتك ضعيفة. انت دلوقتي بقيتي ام، انت هو يعرفك وانت لسه بنوتة صغيرة. طب انت دلوقتي انت بقيتي ام، بقيتي مسؤولة. بنتك لما تكبر هتقدمي لها ايه؟ يعني فين اللي انت اتعلمتيه في حياتك عشان تديه لبنتك، عشان تنفعي بنتك فيه؟ ولا عندك خبرة في الحياة. والتعليم طبعا اتغير، فأكيد مش هتبقى معتمدة عليكي 100% في التعليم. لو عايزة تاخد منك نصيحة، انت نفسك هيبقى الوضع صعب عليكي، فانت ليه تعملي في نفسك كده؟ طبعا لازم تتغيري، ولازم شخصيتك تبقى أقوى من كده. و... وإن شاء الله ربنا يقف معاكي وأتمنى يعني إن انت تكلميني المرة الجاية، وأحس إن انت ما كنتيش ضعيفة وخجولة زي النهاردة ما كلمتيني. لا، أنا عايزاكي تكوني قوية وتكوني دايما عارفة إن طول ما انت قوية وعندك إرادة ربنا هيقف جنبك ويساعدك. باي باي.